أهلا، معكم محمد وبشرح الشابتر 3 من الكيمستري. الشابتر بعنوان Chemical Compounds، المركبات الكيميائية. طيب نبدأ بأول درس اللي هو Types of Chemical Compounds and their Formulas، أنواع المركبات الكيميائية وصيغهم. فأول نوع عندنا الموليكولر كومباوند. طيب الموليكولر كومباوندز شنو هم؟ اللي هي معناته المركبات الجزيئية. قال أول شي عنهم، قال a molecular compound is made up of discrete units called molecules. من اسمها المركبات الجزيئية فأكيد تتكون من جزيئات صغيرة منفصلة عن بعضها البعض، زين، واللي هي الموليكولز. بعدين نتكلم عن الموليكولز، قال consist of a small number of non-metal atoms held together by covalent bonds. إن الموليكولرز زين تتكون من فقط في الجدول الدوري اللي هو the periodic table of elements عندنا نوعين من الاليمنتس، metal أو non-metal. فالموليكولز فقط تتكون من النون ميتالز وتكون مرتبطة ببعضها البعض بالكوفالنت باوند. بعدين أتكلم عن الموليكولار compounds are represented by chemical formulas. طيب شنو هي الكيميكال فورمولاز؟ اللي هي معناتها الصيغة الكيميائية، أظن شيء معروف للكل. مثل هنا ال H2O، هذه هي الصيغة الكيميائية حق جزيء الماء. طيب شو اللي تشير الصيغة الكيميائية؟ لشيئين: العناصر الموجودة وعددهم. يعني هنا عندنا ذرتين هيدروجين، لأن أعطانا 2 في السبسكريبت، وذرة من الأكسجين لأنه ما أعطانا أي رقم، بس يعني. طيب هنا أنواع الفورميلا. في 3 أنواع للفورميلا، إما تكون empirical formula أو molecular formula أو structural formula. فالempirical قال عنها shows the simplest whole number ratio of atoms in a molecule. الempirical تعطينا أبسط عدد صحيح للذرات أو العناصر الموجودة في الموليكول. ولنفترض هنا مثلا اللي هي C2H4O2. حلو، فهنا نقدر نبسطها أكثر ويطلع لنا CH2O اللي هو أبسط عدد صحيح. هذا اللي هي CH2O، هذا الامبيريكال فورمولا. طيب الموليكولر فورمولا اللي هي تعطيك العدد الصحيح الموجود من الذرات في الموليكول الواحد. قالك shows the exact number of atoms of each element in the molecule. طيب الستراكشر فورمولا احنا زي ما شفنا في الموليكولر فورمولا، قال تعطيك العدد الصحي الموجود من العناصر او من الذرات في المول الواحد. لكن هو هنا ما اعطاك الذرات هذه مرتبطة ببعضها كيف. يعني قال لك ان C2H4O2 بس ما قال لنا كيف مرتبطة. الستراكشر فورمولا تعلمنا كيف مرتبطة هذه الذرات. يعني مثلا هنا اعطانا ان C اللي هي الكربون مرتبطة مع 3 من الهيدروجين، مرتبطة مع ذرة كربون ثانية، والكربون هذه مرتبطة مع O و H، أكسجين أكسجين، والأكسجين الثاني مرتبطة مع هيدروجين. وأيضا يعلمنا أو الروابط بينهم، نوع الروابط. هنا عندنا روابط أحادية، وبين الكربون والأكسجين هنا عندنا دبل باوند، رابطة ثنائية. وبس يعني هنا أظن معلومة عامة تعرفونها، ان الموليكولر كومباوند او الموليكولر فورمولا قد تكون متشابهة لمركبين، لكن يختلفون عن بعض بسبب ان فقط الستراكشر فورمولا تختلف. هنا ما اظن لهم داعي. طيب نجي للنوع الثاني اللي هو الايونيك كومباوندز. والايونيك كومباوند احنا قلنا في الموليكولر كومباوندز انها تتكون فقط من النون ميتالز، تتكون من موليكولز جزيئات، والجزيئات هذه تتكون من النون ميتالز فقط، نون ميتالز elements او atoms. هنا لا، هنا الايونيك يتكون من الميتال زائد نون ميتال، يعني يكون عندك 2 او اكثر، واحد منهم ميتال والثاني نون ميتال. usually result in a ionic compound. بعدين قال an ionic compound is made up of positive and negative ions joined together by electrostatic force of attraction. المركبات الأيونية تتكون من أيون موجب وأيون سالب،
بيكونوا منجذبين لبعض أو مرتبطين ببعض بالقوة الجاذبة الكهروستاتيكية، بالإنجليش electrostatic force of attraction. بعدين هنا قال اللي هي النقطة الثالثة، قال the atoms of metallic elements tend to lose. أوكي، هنا أعطيك ال elements اللي هي تكون metal تكون دائما في يسار الجدول الدوري، زين، ذولا يميلون إلى أنهم يخسرون إلكترون. أما النون ميتالز يميلون إلى أنهم يكسبون إلكترون طبعا أو أكثر، يعني يخسرون إلكترون أو أكثر، والنون ميتالز يكسبون إلكترون أو أكثر. ولنفترض عندنا element اللي هو A، افتراضي يعني، فا A إذا خسر إلكترون راح يصير A موجب، لأن عدد البروتونات بيصير أكبر من عدد الإلكترونات، وذا نسميه كاتاين. كاتاين. أما إذا كسب إلكترون راح يصير A سالب ونسميه أناين. أناين. طبعا هو هنا قالهم كاتاين وأناين، هنا نفس اللي قلتهم قبل شوي. أوكي. هنا يتكلم عن اللي هو أن في بعض المركبات الأيونية تكون على شكل كريستالات، فإحنا دايما نمثلهم فقط بالسمبلست فورمولا يونت، مثل NaCl احنا نقول بس عنه NaCl، لكن هل هو واقعيا موجود فقط ذرة من ال Na وذرة من الCl؟ لا، واقعيا موجودة بشكل كريستالات، يعني عدد ذرات متساوية. طيب هنا في شيء مهم اللي هو المونو اتوميك ايونز والبولي اتوميك ايونز. طيب المونو اتوميك ايونز هم الايونات اللي تكون فقط لذرة واحدة او لعنصر واحد، مثل هنا عندنا ال Na بلس، Cl ماينس، Ca2 بلس اللي معناته بلس بلس. عندنا البولي اتوميك ايونز، دول البولي اتوميك ايونز راح يجينا جدول ولازم تحفظون منه، زين، واللي هو يكون تقريبا نقدر نقول بشكل مركب، يعني هو ايون لكنه مكون من اكثر من element. مثل عندنا الهيدروكسيد اللي هي OH ماينس، عندنا سينايت، اظن سينايت ايون، سيانايت ايون اللي هي Cn ماينس، عندنا الامونيوم ايون ال NH4 بلس، وعندنا نايتريت ايون اللي هو NO3 ماينس. طيب هنا الدرس الثاني يقول the mole concept and chemical compounds. هنا راح نتكلم عن المول. أول شيء هنا عندنا تشابه بين الفورمولا ماس والموليكولر ماس، زين، اثنين هم نفس القيمة واثنين هم يقاسون بالأتوميك ماس يونت، أو اللي هي الوحدة اليو، أو نكتبها اللي هي AMU. ف يعني يكونون حق الفورمولا كامل، حق الصيغة كاملة، أو حق مول واحد. بعدين هنا عندنا يقول keep in mind، يقول that although molecular mass and molar mass sound similar and related they are not the same. هنا بيتكلم عن الفرق بين الموليكولر ماس والمولر ماس. الموليكولر ماس، زين، طبعا هم كقيمة عددية لهم نفس القيمة العددية بالضبط، ما يختلفون عن بعض، لكن اللي يختلف فقط هي الوحدة. الموليكولر ماس تقاس بال AMU الاتوميك ماس يونت، تقدر تكتبها كوحدة U أو تكتبها AMU. أما المولر ماس تقاس بالجرام لكل مول، هنا كتبها جرام لكل مول. طيب بعدين عندنا هنا الالوتروبي، والالوتروبي هم يقول لك the existence of an element in more than one molecule formula. في عندنا بعض الاليمنتس، زين، ما يتواجد كذرة واحدة، يا يتواجد كذرتين أو أكثر. كمثال عندنا الهيدروجين ما يتواجد كذرة واحدة، دائما تشوفه H2. فعندك الهيدروجين اللي يسمونهم الداي أتوميك، فعندك الهيدروجين، الأكسجين، النيتروجين، الفلور، Cl2 اللي هو الكلور،
البي ار 2، الاي 2. وعندنا بعض الذرات الاليمنتس يكون اكثر من ذرة، مثل اكثر من ذرتين، مثل البي 4، السي 8. طبعا تقدرون تحفظون ذولا، ممكن تستفيدوا منهم اكثر لو حفظتوهم. وعندنا ايضا اللي هي الاوزون. فعندنا الداي اتوميك اكسجين اللي هو دائما يتواجد O2 اللي هو بشكل الطبيعي، وعندنا الاوزون اللي هي O3. طيب الدرس الثالث اللي هو composition of chemical compounds. مثال عندنا هنا مركب، زين. فهنا راح نتكلم عن شيئين مهمين اللي هي المولر ريشيو والماس ريشيو. فالمول ريشيو، المول ريشيو اللي هو عدد المولات، زين، للعنصر المطلوب. صرنا نطلع نسبة ريشيو، فعدد المولات للعنصر المطلوب على المركب كامل. مثال هنا قال ال Na عدد مولات ال NC اللي هو C على عدد مولات المركب كامل. والماس ريشيو نفس الشيء، الماس حق السي على الماس حق المركب كامل. طيب هنا اتكلم عن المولر ماس، زين، اللي هي الام كابيتال. فعلى اساس نحسب المولر ماس حق المركب، زين، اللي نشوف عدد الذرات الموجودة ونحتاج شيء الجدول الدوري. هنا مثلا عندنا الكربون، فلو جبت الجدول الدوري راح تشوف المولر ماس حق الكربون هي 12.01، زين. وعندنا هنا ذرتين من الكربون فنضربها في 2، ثم نجمعها مع اللي هي المولر ماس حق ال H والبي ار والسي ال والاف، نضربها في 3 هنا، ويطلع لنا اللي هي المولر ماس حق المركب كامل. طبعا لان احنا قلنا مولر ماس فنقيسها بالجرام لكل مول. هنا عندنا example اللي هو على اساس انه the mass percent composition of compound، عشان نحسب اللي هي البرسنت ماس. فهنا اعطانا مثلا البرسنت ماس حق السي، اطلع اللي هي الماس الموجود من السي. مثلا هنا عندنا 12 مضروبة في 2 لأنها هي ذرتين جرام على المركب كامل، الماس حق الكومباوند كامل، ثم نضربها في 100 لأنها نسبة، طلعت لنا الناتج. هنا طبقها على الباقي. هنا حق شنو؟ طيب هنا نبدأ في المسائل اللي هو قال لك هنا السؤال ذا، قال لك determining the empirical and molecular formulas of a compound from its mass percent composition. هو بيعطيك الماس percent composition ويبيك تطلع الامبيريكال فورمولا والموليكولار فورمولا. مثال هنا أعطانا أن الكربون موجود من 62.58%، والهيدروجين موجود من 9.63%، والأكسجين موجود من 27.79%. بعدين قال لك it's experimentally determined molecular mass is 230 U اللي هي atomic mass unit. هو هنا أعطاك النسب وأعطاك اللي هي الموليكولر ماس. طيب عشان نحدد ان كم موجود من كل عنصر، نفترض ان عندنا من العنصر 100 جرام، او عندنا من المركب هذا 100 جرام. فكل كل نسبة نحولها الى جرام، بدل هي النسبة 100 تصير جرام. ف 62.58% تصير 62.58 جرام كذا على الباقي. هنا عندنا سؤال بعدين بنرجع له. طيب بعدين نطلع عدد المولات الموجودة من كل عنصر. قانون عدد المولات اللي هو N يساوي M كتلة العنصر على الكتلة المولية للعنصر، المولر ماس حقة العنصر. فعندنا هنا الكتلة اللي طلعناها على العنصر اللي 62.58 جرام، نقسمها على الكتلة المولية للعنصر اللي نجيبها من الجدول الدوري اللي هي 12.011، ويطلع لنا عدد المولات. طيب طلعنا عدد المولات لكل عنصر، زين.
نقوم بعدين نقسمهم على أقل عدد مولات موجود عندنا. هنا أقل عدد مولات موجود عندنا اللي هو عدد مولات الأكسجين، زين، اللي هي طلعت 1.737. فنقوم نقسم ال5.210 واللي هي 9.55 كلهم على 1.737. فتطلع لنا إذا قسمت اللي هو الكربون على هذا راح يطلع لنا من السي اللي 2.99. وإذا قسمت المولات حقت الهيدروجين على مولات الأكسجين راح يطلع لنا H 5.49. والأكسجين لأنك بتقسم على نفسه فراح يكون 1. طيب الآن بما أن احنا طلعناهم، خلنا نرجع لها الصفحة ثانية. لأن طلعناهم نقدر هذا نقربه إلى 5.5 واللي هو بعدين نضربه في 2 على أساس يعطينا أقل عدد صح. قلنا simplest whole number اللي هو حق الامبيريكال فورمولا اللي هو أبسط عدد صحيح. فأبسط عدد صحيح اللي هو نضربه في 2 هنا، فراح تصير زي ما قال هنا 10.98 واللي هي تقريبا 11. فهنا الكربون نقربه إلى 6 والهيدروجين نقربه إلى 11 والأكسجين راح نضربه في 2 برضو نفس الباقين فراح يصير O2. طيب فالامبيريكال فورمولا بتكون C6H11O2. بعدين نحسب اللي هي الماس فورمولا حقت المركب كامل اللي هي مثل ما قلنا ان نجيب المولر ماس حق كل عنصر او كل إليمنت ونضربه في عدد الذرات الموجود. فالكربون بنقول 12، طبعا هي اكثر، زين اظن كم، ايوه الكربون 12، فراح نضرب 12 في 6 اللي هي 12 ضرب 6، بعدين نجمعها مع 1 ضرب 11. انا جالس اقرب الان، لكن اذا انتم بتسوونها كتبوا نفس الارقام الموجودة بالجدول الدوري. وبعدين 16 ضرب 2 راح يطلع الناتج عندنا تقريبا 115 اللي هي atomic unit atomic mass unit. فالامبيريكال فورمولا طلعناها. طيب باقي الموليكولر فورمولا، هو قال لنا ان الموليكولر فورمولا ماس 230 يونت في السؤال. فنشوف هل في علاقة بين 115 و230. ايه اللي هي ضربناها في 2، فنقوم نضرب اللي هي الصيغة هذه كاملة في 2، فراح تصير عندنا C12 H22 و O4. هذه الآن طلعناها هي الموليكولر فورمولا. طيب ما حطها إلا هذه الموليكولر فورمولا. طيب نجي للدرس الرابع اللي هو الأكسيديشن ستيتس. الأكسيديشن ستيتس عندنا الميتالز، احنا قلنا الميتالز tend to lose اللي هي تميل إلى أنها تخسر وتصير كاتاين. مثل هنا ال Na راح يصير ال Na بلس يصير كاتاين زائد إلكترون، وذولا نسميهم ال reducing agents. وعندنا النون ميتالز اللي يميلون إلى أنهم يكسبون إلكترون مثل ال Cl هنا راح يصير إذا كسبوا إلكترون راح يصير Cl minus ونسميهم oxidizing agents. ففي الجدول الدوري هنا زين تشوفون هنا اللي هم الميتالز ذولا دائما يكونون كاتاينز، عكس النون ميتالز اللي يصيرون اناينز. راح تفيدنا هذه المعلومة بعدين والآن. طيب نروح للجدول الثاني. في هذا الجدول اللي عشان نعرف الأكسيديشن ستيتس، أول شيء قال لك الاتومز in an element. إذا كان الاليمنت لوحده كذا ما مع أي element ثاني وبرضه ما أعطاك عليه أيون يعني وما قال لك إنه أيون. مثال هنا عندنا ال Na ال Fe ال H2 ال O2 ال C، ما قال إنهم أيون، ما أعطانا عليهم أي إشارة نيجاتيف أو بس أي تشارج، وفي نفس الوقت ما مرتبطين في أي شيء، فالأكسيديشن ستيت حقهم يكون دائما زيرو. طيب
المونو اتوميك ايونز اللي هم الايونز اللي هم لوحدهم، مثل هنا عندنا ال Ba2+، Cl-، دول يعتمد على حسب التشارج. هنا مثلا Cl بيكون الاكسيديشن ستيت حقه -1. هنا عندنا ال Ba راح يكون الاكسيديشن حقه +2. الفلورين ان compounds، الفلورين بشكل عام دائما -1. الأكسجين in compounds، الأكسجين دائما -2. لازم تحفظونهم ذولا. هنا عندنا في الأكسجين استثناء واحد اللي هي ال H2O2. هنا في ال H2O2 راح يصير -1. راح نجي على سؤال مثلها بعدين. in H2O2 or with fluorine. ما أشوفه دايما يجي مع الفلورين، يعني ما شفت ولا مرة أخذنا مركب اللي هي ال O مع الفلورين، لكن أظن برضو مع الفلورين راح يكون -1. عندنا الهيدروجين in covalent compounds، الهيدروجين اللي في المركبات التساهمية يكون +1، مثل الماء هنا أو الأمونيا هنا +1. الهيدروجين in compound with metal or برون اللي يكون -1. راح إذا جاء كذا راح يسألك عن مثل ال MgH2 أو ال NaH. الجروب 1 والجروب 2 معروفين، الجروب 1 +1، الجروب 2 +2. طيب هنا عندنا الإكزامبل، طالب منك تطلع الأكسلريشن ستيتس حق دول المركبات. عندنا أول شيء A أعطانا ال P4. بما أن ال P4 أعطانا كإليمنت لحاله، فعلى طول الأكسلريشن ستيت حقه 0. طيب في البي هو طلب الأكسلريشن ستيت حق الألمنيوم ال Al، فإحنا نعرف أن ال O هي -2. طيب نقدر نسويها كمعادلة، وبما أن هنا ما في علامة فزيرو، فنقول عندنا ذرتين 2 من الألمنيوم اللي هو نبي نعرف الأكسيديشن ستيت، زائد عندنا 3 ذرات من الأكسجين اللي هي -2 وتساوي 0. ثم 3 ضرب -2 راح تعطينا -6. -6 نوديها الطرف الثاني فتصير 2x equal +6 قسمها على 2 x equal +3. طبعا لازم تكتبونها بذا الشكل +3، ما تكتبونها 3 لوحدها، فنقول الألمنيوم +3. طيب ال MnO4- اللي هو هذا أظن في الجدول اللي راح نحفظه حق المركبات الأيونية، أو مثل ما قلت لكم البولي أتوميك أيونز، ده أظن اسمه البير منغنيسيوم. المهم، فالمنغنيز هنا هو اللي طالب ال oxidation state له. نقدر نسوي نفس الشيء كمعادلة. طبعا هنا في البي زين هذه في طريقة أسهل. هنا عندنا 3 وهنا عندنا 2. الأو احنا عارفين إنها -2، حلو. فال2 راح تجي هنا وال3 راح تجي هنا، اللي هو لو فصلناهم فراح تصير Al3 والO راح تكون 2. إذا الO سالب أساس إنهم يكونوا متساويين، ال Al الألمنيوم بيكون 3 حقته موجب، ف +3. هذا طريقة سهلة يعني. طيب هنا نكمل، ونفس الشيء بما أن هنا عندنا إشارة المنغنيز بنقول عنه x زائد 4 في -2 وتساوي -1 اللي هي الماينس اللي هنا. طيب ف4 في -2 اللي هي -8 نوديها الطرف الثاني عندنا -1، فx تساوي +7. فهنا المنغنيز هو +7. طيب ادي ال NaH، بما انه هنا طلب ال H فاحنا نقدر نتوقع ان ال H هنا هي حالة استثنائية. احنا نعرف ان ال Na في المجموعة الاولى فهو +1، فهنا اساس انه يتساوي بالصفر راح تكون ال H -1. ال H2O2 طلب ال O2، فال H احنا نعرف انه +1 بشكل دائم يعني، ف2 في ال +1 راح تصير +2 بعدين زائد 2 في ال X
مجهول، وتساوي 0. هذه نوديها الطرف الثاني راح تصير ماينس 2 نقسم على 2 x equal minus 1. فالأو هنا minus 1. هنا الحل في وحدة أظن سكبتها اللي الإف هنا راح نسوي نفس الشيء، بس هنا راح يطلع عندنا كسر. عادي تكتبونه كشكل كسر، يعني تكتبونه plus 8 over 3 أو plus 2 over 3 ما تفرق. هنا براكتس example ثاني تقدرون تحلونه. طيب نبدأ في الدرس الخامس اللي هو naming compounds، وعندنا الأورجانيك and anorganic compounds، العضوية والغير عضوية. نبدأ في الغير عضوية اللي هي anorganic compounds. عندنا ال binary compounds of metal and non-metal، المركبات الثنائية للميتال والنون ميتال اللي هي ال ionic compounds. فبما أن قلنا مركب ثنائي فهو يتكون من إلمنتين، عنصرين. العنصر الأول في التسمية اللي جينا نرتبهم دائما يكون العنصر الأول كتاين اللي هو ميتال، والعنصر الثاني اناين اللي هو النون ميتال. فنبدأ في الميتال وبعدين النون ميتال، نبدأ في الكتاين بعدين الاناين، والاناين نضيف له ايد في نهاية اسمه. مثل هنا عندنا ال NaCl فنقول صوديوم، زين ننطق الميتال نفس ما هو صوديوم. اما الكلور صار كلورايد، تغير. هنا عندنا المغنيسيوم والايود، فالمغنيسيوم ظلت مثل ما هي لكن الايود صار ايودايد فصار مغنيسيوم ايودايد. الالمنيوم والاكسجين الومنيوم اوكسايد. طيب هنا المعلومة اللي تهمنا اللي هو هذا الجدول. في عندنا نوعين، تايب 1 اللي هي للكاتاينز فقط، زين احنا نركز على الكاتاينز في ذا الكلام، ما نركز على الاناينز، فقط الكاتاينز. في بعض الميتالز زين يكون له دائما نفس الشحنة، مثل ال Na+، ال Ca2+، دائما راح تكون شحنتهم ثابتة. لكن على الطرف الآخر عندنا التايب 2 في بعض ال elements تكون exist in different charge form، قد يوجد في أكثر من شحنة مختلفة. مثل ال Fe الحديد مرة يكون موجود ال Fe3+ أو ال Fe2+، راح نتكلم عنهم أكثر. طيب هنا برضو على التسمية تكلمنا عنهم قبل شوي. اوكي هنا مثال عندنا المنغنيز. المنغنيز من التايب 2 اللي هو عنده أكثر من حالة أو أكثر من شحنة. إذا صار مع طبعا نقدر نحسبها حنا، اللي هي هنا الأو احنا نعرف -2 وهنا عندنا الصفر ما قال لنا شيء، ف راح تطلع هذه اللي هي +2. فإذا جينا نسميه هذا المركب راح نقول منغنيز، ثم نحط هذه الأرقام اللاتينية اللي هي 2 بعدين أوكسايد. نفس الشيء مع الأنايد نسميه نضيف له IDE. MN3+ منغنيز ثم 3 أوكسايد، MN4+ منغنيز 4 أوكسايد إلخ. طيب الآن عندنا هذا الجدول اللي هو some simple ions، زين. فعندنا الكاتاينز، احنا قلنا الكاتاينز هي اللي يكون فيها تايب 1 وتايب 2. فالتايب 1 نقدر نقول بشكل عام هم دائما عناصر المجموعة الأولى وعناصر المجموعة الثانية، والألمنيوم والزنك والسيلفر اللي هو هنا كاتبهم. عندي جدول هنا، أيوة هذا الجدول. فاحنا نقول زين ان اللي دائما من التايب 1 هم عناصر المجموعة الأولى. كبر الخط شوي. عناصر المجموعة الأولى زائد الألمنيوم والزنك والسيلفر.
ذولا دائما لازم تحفظونها، عندهم تايب 1. في كثيرين عندهم تايب 1. طبعا احنا فقط نتكلم عن الكاتاينز. الاناينز دول نسحب عليهم اللي هو النون ميتال، احنا فقط نتكلم عن الميتالز. في عندك اكثر من element هنا مبين لك ان عنده اكثر من تشارج، مثل الكوبالت، مثل الايرون، مثل المنغنيز والى يعني. طيب نكمل. اما الاناينز دائما توجد بشكل احادي يعني. طيب عشان نسميهم زين، مثل ما قلنا نكتب العنصر الميتال قبل، ثم نحط اذا كان في عنده اكثر من تشارج زين، اكثر من oxidation state، نحط له عدد سواء 1 سواء 2 3 4 5، وبعدين نكتب له اوكسايد. في عندنا طبعا هي مو مرتبة، مو دايما 1 و 2 او 2 و 3. في عندنا مثلا 10 والليد زين، عندنا 2 من وعندنا 4. يعني لو رجعنا للجدول هنا وين ال 10 او الليد؟ دقيقة خل اغير اللون. اوكي هنا عندنا 10 زي ما تشوفون، مرة عندنا 2 بلس ومرة 4 بلس، فمو بشرط انه يكون شيء متسلسل. طيب نكمل. الآن هنا عندنا some common polyatomic ions، وذولا اللي لازم تحفظون منهم كثيرين. طبعا الدكتور حدد لنا كم من واحد اللي هم ذولا، لكن ما أشوف شرط ذولا يعني. في كثير أكثر برضو مهمين. أنا حددت لي تقريبا 18 اللي هي الأمونيوم والستاتيك أسيد أو الستاتيك أيون، هنا مو بأسيد. فعندنا الأمونيوم أيون والستاتيك أيون، وعندنا الكربونات أيون والهيدروجين كربونات أيون. بعدين ذول اللي هم حق الكلور تقريبا إلى هنا. هنا راح نركز على شيء اللي هي الهايبو والبير زين. الهايبو كل الأضعف، يعني هنا عندنا CL O ماينس، وهنا عندنا ClO2 ماينس، فأضعف واحد نقول له هايبو كلورايت أيون. وبعدين اللي بعد اللي هي 2 قلنا كلورايت أيون. ال3 قلنا كلوريت. فهنا اختلفت من 8 إلى 8. ال8 دائما أقوى من ال8، وال8 أقوى من اللي نضيف له هايبو. وبعدين عندنا البير كلوريت أيون اللي هو أقوى واحد، فأقوى واحد نضيف له بير. عندنا من الأيونز المهمة البولي أتوميك أيونز. عندنا الهيدروكسيد، عندنا النيتريت والنيتريت والنيترايت، عندنا البير منغني نيت أيون، عندنا الفوسفيت، عندنا طبعا دولا اللي مضافين هنا اللي هو إذا إضفت له هيدروجين فبيصير هيدروجين فوسفات أيون، أو إذا أضفت له ذرتين من الهيدروجين بيصير دايا هيدروجين فوسفات أيون. والسلفيت لازم تحفظونهم ذولا، يعني قد ما تقدرون حفظوا من ذا الجدول. طيب naming compounds binary covalent. هنا راح نسمي اللي هي الكوفالنت. فعشان نسمي الكوفالنت راح يكون عندنا اللي هي البريفكس، المونو والدايا والترايا والتترا والبنتا والهكسا والهبتا والأوكتا زين. طيب هنا مثلا عندنا ال NO. ال N عندنا منه واحد اللي هو مونو، لكن بما ان النيتروجين جاء في البداية فما نضيف له مونو، فنقول النيتروجين ال O عندنا منه الأكسجين عندنا فقط ذرة واحدة نضيف له مونو، نقول نيتروجين مونو أكسايد.
هنا السيلفر ذرة واحدة فنقول خلاص سيلفر، والأكسجين عندنا منه ذرتين فنقول دايا أوكسايد، سيلفر دايا أوكسايد. طيب هنا عندنا الفوسفورس والكلور فنقول فوسفورس لأن ذرة واحدة، بعدين ترايا لأن 3 ذرات، كلورايد. هنا النيتروجين عندنا منه ذرتين والأكسجين ذرة واحدة فنقول دايا، هنا ضفنا الدي اي فصارت دايا نيتروجين مونو أكسايد. وهنا أعطاك اللي هو الموليكولارز كومباوندز أسماء كأمثلة أكثر، مثل برون ترايا كلورايد، الكربون تترا كلورايد، الكربون مونوكسايد، الكربون دايوكسايد، نيتروجين مونوكسايد إلخ. برضو هنا على نفس التسمية. لا هنا جينا الأسيد naming compounds acid. طيب في الأسيد إذا كان عندنا حالتين، يا يكون موجود الهيدروجين بدون الأكسجين، زين هنا عندنا of acid has no oxygen، فإذا كان موجود مع أكسجين نضيف على العنصر، إذا كان مثلا هنا عندنا ال HCl فنضيف له هيدرو وبعدين اسم الإليمنت كلور وبعدين نضيف له أسيد، ونخلي الكلور بدل نضيف له إك فيصير هيدرو كلوريك أسيد. هنا هنا اللي هي دخل الأكسجين فنبعد عنها الآن. هنا عندنا الهيدرو سولفريك أسيد اللي هي ال H2S فنضيف له هيدرو ونقول له سولفريك أسيد. هنا الهيدرو بروميك أسيد. طيب هنا يتكلم عن اللي هم الأسيد product when dissolved in water. الأسيد إذا ذابوا في الماء يعطونا بروتين اللي هو ال H+. They are compounds that ionized in water. Ionized. The symbol AQ اللي هو اللي تشوفونه هنا ده يرجع اللي هو الكلمة aqueous solution اللي هو معناته إنه محلول مائي يذوب في الماء. فعندنا مثلا ال H2S نقول له hydrosulfuric acid، ال HI hydroiodic acid إلخ. طبعا هو راح يعطيك إك على أساس إنه تعرف إن هذا حمض. طيب إذا كان موجود الأكسجين، إذا كان موجود الأكسجين نحذف اللي هي الهيدرو، زين، المركبات اللي هو لو تذكرون في البولي أتوميك أيونز، زين، كان في بعضهم ينتهون بآت وبعضهم ينتهون بآيت. أنا قال آت وآيت، اللي كانوا ينتهون بآت نحذف الآت ونضيف له أك، اللي كانوا ينتهون بآيت نحذف الآيت ونضيف له آس. فعندنا هنا ال H3PO4 فصار فوسفوريك أسيد. هنا عندنا ال H2SO4 صار سولفوريك أسيد. هنا ال HNO2 لأن عندنا في النيترايت والنيتريت، النيترايت ال NO2 ماينس، النيتريت NO3 ماينس، فالنيترات راح يصير نيتروس أسيد. أما النيتريت اللي هي لو خليتها كذا NO3 هذا راح يصير نيتريك أسيد. فعندنا نيتروس ونيتريك على حسب اللي هي اللي كان ينتهي فيه. هنا نتكلم عن الهايبو والإت والأت والبير. هنا في آخر سلايد في جدول لكن ما أدري ليه ما حمله عندي. المهم عن برضو التسميات، فكذا نكون خلصنا يعني. لكن أبغى أرجع للمسألة اللي ضفتها. اللي هي هذه، زين. وأيضا الجدول هذا لو تبغونه على أساس إنكم تحفظون
الأشياء هذه المهمة، لأن هذا يتكلم عن ال ionic state. زين، فعندنا هنا اللي هم ال polyatomic ions. زين، فوق، وتحت اللي هم ال element، ويعطيك اللي عنده أكثر من state. فلو تبغون بخليهم ينزلون في جروب اللجنة. فخلنا نرجع الآن للمسألة. طيب هنا في المسألة يقول a compound is composed of 52.14% carbon, 13.13% hydrogen, and 34.73% oxygen by mass. It is experimentally determined by molecular mass is 138.204 U اللي هي atomic mass unit. What are the empirical and molecular formula؟ فأول شيء احنا قلنا ان نفترض ان عندنا 100 جرام من هذا المركب، على اساس ان نخلي كل واحد بالنسبة يكون بالضبط مثل ما هو. فالكربون عندنا راح يصير عندنا من اللي هي 52.14 جرام من الكربون، والهيدروجين بيصير 13.13 جرام من هيدروجين، والأكسجين بيصير عندنا 43.73% أو جرام of oxygen. طيب خلصنا هذه الخطوة. الخطوة اللي بعدها اللي هي إن نطلع عدد المولات من كل element. فعندنا number of moles للC كربون يساوي الكتلة M على الكتلة المولية المولر ماس، وتساوي إن عندنا هنا 52.14. طيب الكتلة المولية، طيب بناء على البريودك تيبل اللي عندي الآن، فالكربون 12.011. ثم نقسم هنا، فنقول في الحاسبة 52.14 تقسيم 12.011. طيب طلع عندنا الناتج اللي هو 4.341020731. هنا راح نعتمد على significant figures. فعندنا في الباسط 4 خانات. زين، 4 significant figures، فناخذ 4 فقط significant figures. طلع 4.341، فكذا كافي، لأن بعد ال1 0 الزيرو ما يعطينا شيء. فهنا عندنا ايش؟ مول اوف كربون. طيب النمبر اوف مول للهيدروجين يساوي الكتلة على على الكتلة المولية، وتساوي هنا الكتلة عندنا 13.13 على الكتلة المولية اللي هي 1.008، وتساوي 13.13 على 1.008 اللي هي 13 بوينت. هنا راح ناخذ فقط 4 significant figures، فنقول 0 2 بعد 2 عندنا 5، فيعطينا فتصير 3 مول of H. بعدها عندنا number of moles للأكسجين، وتساوي M كبير، وتساوي 34.73 على اللي تقريبا 16، تساوي عندنا 2 بوينت. راح ناخذ على اللي هو الباسط، لأن المقام عندنا الانفينيتي significance figures، فنقول راح ناخذ 4 خانات، ف 1.7
هذا 3، واللي هي الرابع عندنا 0، وبعد الزيرو عندنا 6، فراح تعطينا 1 وتصير 1 مول اوف اوكسجين. طيب الآن نقسم عدد المولات كلهم على أقل واحد، اللي هو هنا عندنا اللي هي 2.1 بوينت 171. فنقسم اللي هو حق الكربون 4.341 divided by 2.171 طلع عندنا 1.999953. فراح ناخذ فقط 4 خانات، نقول الكربون 1.99 والناين الرابعة الفايف راح تعطينا 1، فراح نقول تقريبا 2 كامل. طيب بالنسبة للH لو قسمنا اللي هي 13.03 فطلع لنا تقريبا 6.0018. فال8 راح تعطي ال1 وراح تصير 2، لكن ما يحتاج نكتبها، راح نقدر نكتب H 6 والO لأن راح نقسم على 1 فراح تعطينا O1 فقط. هنا طلع لنا عدد صحيح whole number، فما يحتاج ان نضرب فيه شيء. فهذه هي الامبيريكال فورمولا اللي هي ال EF. طيب باقي نطلع اللي هي المولكيولار فورمولا. اول شيء نطلع المولكيولار ماس حق هذا المركب اللي طلعناه، فنقول 2 في 12.011 زائد عندنا كم من H6 في 1.008 زائد ال O16، فطلع لنا الناتج 46.07 46.07 اللي هي ايش؟ ال U ال AMU المولكيولار ماس الاتوميك ماس يونت. فنشوف هل لها علاقة بال 138.204 واللي هي تقريبا لو ضربنا 46 في 3، فلو ضربناها في 3 راح تعطينا بالضبط 138.21 اللي هو هنا اعطانا 138.204، فهذه قريبة منها. فنقوم نضرب كل الاليمنتس هنا في 3، فراح تصير C6H18 O3. هذا اللي طلعناها الآن هي الموليكولار فورمولا. وبس بكذا حلينا سؤال عليها، طلعنا الامبيريكال والموليكولار وخلصنا اللي هو تشابتر 3 كامل. أتمنى يكون شرح بسيط وواضح. أتمنى لكم كل التوفيق والسداد.